قبل ما ابدا الفيديو انا مش عارف اقول لكم ايه، فالحمد لله احنا في اول يوم من نزول الفيديو الاخير كسرنا كل الارقام، وبفضل الله زدنا في اول يوم 8700 مشترك، واللي هو اعلى رقم في القناه من ساعه ما بدانا. اما بقى في اليوم اللي بعده فالحمد لله زدنا 9400 مشترك، وبكده كسرنا الرقم مرتين ورا بعض. حاليا احنا بقينا اكتر من 2,550,000 مشترك، بس بالسرعه ديت صعب اننا نلحق نوصل قبل يوم 20 في الشهر ده، وعلشان كده انا عاوز الفزعه بتاعتكم وعاوزكم تشيروا القناه في كل حته، لانها هانت جدا على التحدي ومش عاوزين يعني نخسره على حاجات بسيطه، وصدقني باذن الله هنوصل الرقم المطلوب قبل يوم 20. فزي ما قلت لك يلا بينا نكسر الرقم الجديد النهارده، واهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو فعلا قدرنا وكسرنا الرقم فبكره باذن الله في نفس الميعاد هتلاقوني منزل المنتدى بعرفكم فيه عدد المشتركين اللي زدناه. تمام يا صديقي؟ تمام. يلا بقى نبدا الفيديو علشان يحلو الكلام. ده هو كاين، ولد في اولى ثانوي، كان ماشي مره رايح على احدى المحلات علشان يشتروا له شويه اكل، ولكن فجاه بيسمع صوت صريخ جاي من هناك، وبيلاقي بنتين بتجري من المحل وفي حرامي بيجري وراهم. كاين لما بيشوف الوضع ما بيقدرش يفضل ثابت وبيجري على الحرامي علشان يلحق البنات منه، ولكن للاسف بياخد السكينه ديت في بطنه. الواد بيقع على الارض غرقان في دمه، خلاص بيودع، بس بيقول طالما هم بخير فانا كويس وراضي. وهوبا الواد بيغمض عينه من هنا بيصحى في جسم طفل من هنا. يا حلاوه، كاين اتنقل لعالم تاني، وبتشوفه بنت كده من الخدم وبتجري عليه وبتحضنه. امه هي كمان بعد ما بتعرف ان هو عايش بتاخده بالحضن، وكانت في قمه السعاده، والواضح يعني ان الطفل ده كان تعبان من فتره. المهم كاين بيبص في المرايه كده وبيتصدم، مين ده؟ ده مش انا بقيت صغير كده امتى؟ الام بتقول شكل حرارته لسه عاليه، وبتأمر سيلفيا تجيب له اكل علشان يتغذى. بيطلعوا من هنا وكاين بقى بيبدا يفهم كل حاجه من هنا. انا اكيد اتنقلت لعالم تاني، لازم اتفقد كل حاجه علشان اطمن. سيلفيا بقى بتشوفه وهو بيتفقد حاجات مش ولا بد، والواد بقى في نص هدومه. هو صحيح عنده دلوقتي 3 سنين، بس هو في الحقيقه عنده 16 سنه، يعني كميه احراج مش طبيعيه. المهم سيلفيا بتجيب له اكل وبتروق عليه، والواد كان في نص هدومه برضه ومش قادر يعني يتكلم. المهم بعدها كاين بيقعد مع عيلته الجديده وبيعرفنا بيهم. ابوه اسمه غارم وامه اسمها ساره، ودي بقى اخته ريني. ابوه متجوز واحده تانية برضه وعنده منها ولدين، ديجين واليك، يعني الاب ده مفيش منه. المهم بعدها سيلفيا بتاخد كاين وبتبدا تعلمه عن العالم ده، وبتقول له في هنا وحوش وناس عندها طاقه سحريه ودنيا. كاين بقى ما كانش مصدق اللي بيسمعه، كانه عايش في حلم جميل كان نفسه يحققه. بيقول انا في حياتي القديمه ما كانش عندي حد في عيلتي غير جدي، وكان مات قبلي بكام يوم. انا هاخد وقتي بقى وانا بستمتع في العالم ده. بعدها بيسال ابوه عن السحر وبيقول له انا عاوز اتعلمه. ابوه بيقول له بالسرعه ديت انت لسه عندك 3 سنين بس يا ابني، انت اتعلمت القراءه؟ فكاين قال له ايوه. الاب قال له خلاص اقرا في كتب السحر لحد لما توصل ل5 سنين، وبعدها انا بايدي دي هاخدك علشان تتعلم السحر. فكاين قال له اتفقنا، ورجع على اوضته ما لقاش حد جوه. جرب يستخدم السحر وفعلا قدر يستخدمه من اول مره. ده ايه الجمدان ده؟ سيلفي بقى بتيجي عليه ولكن بيداري سحره علشان ما تعرفش. ريني بعدها بقى بتدخل على كاين الاوضه وباين عليها بتحبه جدا، وشكلها كده عندها عقده الاخ يا صديقي. المهم بتقرر تعلمه كل حاجه عن العالم ده، وبتعلمه حاجات كتير عن السحر. بتمر السنتين في لمح البصر، واخيرا كاين بقى عنده 5 سنين، وهو دلوقتي جاهز خلاص علشان يتعلم السحر. العيله بتاعته فعلا بتستناه علشان يروح على الكنيسه ويعرفوا كاين هينفع يتعلم السحر ولا لا. بيركبوا العربيه وبيكونوا في طريقهم للكنيسه، واخته بتطلع الاحصائيات بتاعتها بتوريها ليه. الواد بيشوف حاجات كده غريبه اسمها الحمايه وبيسالهم عليها. بيقولوا له بص يا عم، الحمايه ديت عباره عن قدره جامده جدا من واحد من الابطال. موجود في الكنيسه 7 ابطال، كل لما تاخد حمايه اكتر كل لما تبقى جامد اخر حاجه، واعلى مستوى في الحمايه هو 5. ده ايه الحلاوه ديت؟ بيوصلوا على الكنيسه فعلا، وكان بينزل علشان يتعمد او يباركوا له يعني. الكاهن بيبدا يتكلم وفجاه المكان كله بينور، بيسمعوا صوت عجوز كده بيضحك. كاين بيتنقل على مكان الابطال ال7، والواد ما عادش فاهم اي حاجه. هو انتم اللي هتباركوا لي بنفسكم ولا ايه؟ الابطال بيعرفوا بنفسهم وبيقولوا له احنا عارفين كل حاجه عنك، وبسبب شجاعتك في العالم اللي فات وتضحيتك بحياتك علشان تنقذ البنتين حضرنا ليك مفاجاه ولا في الحسبان. كاين بقى بيتصدم وبيقول لهم ايه هي؟ ال7 ابطال بيدوا له الحمايه بتاعتهم، والواد ما عادش مصدق. الراجل العجوز ده بقى بيضحك كده في وشه وهو بيقول له انت لسه ما شفتش حاجه من اللي احنا عملناه. كاين بقى بيرجع كده والكل كان مصدوم من اللي حصل. ابوه بيقول له شوف حالتك كده وريهاني بسرعه، بس كاين بيقول له هدخل الحمام الاول وبعدها اوريها لك. بيطلع بره فعلا وبيروح على جنب كده وبيفتح الاحصائيات بتاعته. يا حلاوه، الواد واخد حمايه من كل الابطال، ومش كده وبس، لا ده معاه عناصر وحاجات مفقوده وكل حاجاته ليفل ماكس. استنى يا صديقي، ليفل ماكس ايه؟ ده اقصى ليفل عندهم هو 5، ولكن كاين المستوى عنده وصل ل10، يعني ضعف اقوى حد هنا. وشكلها هتلعب ولا ايه؟ كاين وقتها بقى بيخفي الاحصائيات ديت وبيقللها علشان ما حدش يشك فيه. بيرجع على البيت مع عيلته والدنيا تمام معاهم. ابوه بيقول له وريني بقى الاحصائيات بتاعتك يا عم، اما نشوف جالك كام حمايه كده. وهوب الاب والكل بيتصدموا.
بيقول له يا ابني ازاي انت عندك حمايه من كل الابطال ومش كده وبس، لا انت ازاي طاقتك السحريه 340,000؟ ده اقوى حارس في القصر الملكي طاقته 10,000 بس. كاين اتصدم لما سمعه وما كانش فاهم اصلا كلامه ولا مستوعب اللي هو بيقوله. ابوه بقى بيقول له اوعى توري حد احصائياتك ديت والا هتبقى مطلوب دوليا. للدرجه دي احصائياته جامده؟ امال بقى لو ورا لكم الحقيقيه ده شكلها هتبقى معجنه يا صديقي. المهم بعدها كاين بيدخل اوضته كده وبيلاقي كتاب سحر مكتوب عليه فن الاستدعاء. بيستغل بقى ان اخته مش هنا وبيطلع بره يحاول يستدعي وحش ظريف او كلبه او اي حاجه حلوه، ولكنه بيستدعي وحش عملاق. ويا ابني تهدي يا ابني. الوحش بيشوف بنت معديه كده وبيهجم عليها. ريني كانت ماشيه في الوقت ده يا كمان وقفت جنب البنت وخلاص الوحش هيقتلهم. كاين بقى بيفتكر اللحظه ديت لما الحرامي كان هيقتل البنتين برضه، بيقول مش هسيبهم، بيجري عليهم علشان يحميهم من الوحش. والوحش بيمسك كاين وبيضغط عليه، كان خلاص هيقتله. بس انت بقى متخيل ان هو هيقتله؟ لا والله، الواد بيستخدم عليه الاستدعاء العكسي وبيرجعه تاني لمكانه. بيقع على الارض بعدها فرحان باللي عمله، واخته والبنت ديت بيجروا عليه وبيشكروه. وجمال جمال والله. بعد كام يوم بقى ابوه بيعمل له حفل بمناسبه تعميده وتعلمه للسحر، بيعزم فيه ناس كتيره جدا والكل بيهيص. والاب بيسال كاين بقى هو ناوي يعمل ايه لما يكبر. الواد بيقول له انا عاوز ازور اماكن كتيره جدا، عاوز احمي الناس الجميله ديت وابتسامتها وما اقصرش معاهم ابدا، انا هكون مغامر. الاب بيفرح جدا من كلامه والكل بعدها بيسقف له واحلى مسا عليك يا عم كاين. بعدها ابوه بياخده على السفره وبيقول له انا هجيب لك مدرس يعلمك السحر. الواد طبعا بيفرح جدا وتحسه هبل شويه، بيطلع على اوضته وعمال يتخيل شكل المدرس بتاعه، يا ترى هيبقى عملاق ولا ساحره شريره؟ لا انا كده اتاكدت ان هو هبل يا صديقي. بيشوف الخادم بقى هو جايب له اللي هيدرس له وبيقع زي العبيط عليهم وبيقول لها انا اسف ما خدتش بالي. البنت بتقول له انت عاوز ترضع يا حبيبي ولا ايه؟ شكلك جعان لسه. الواد بيتحرك كده وبيعرف ان هو لسه نونو، والخادم بيقول له دول المدرسين بتوعك هم اللي هيدربوك على السحر وهيروقوا عليك. فكاين بيتصدم وبيعرف نفسه ليهم وبيدخلوا على جوه. بيتعرفوا بقى على بقيه العيله، والبنت ديت اسمها ميلي اما التانيه اسمها تينا، وهيدربوا كاين لمده 3 سنين. صدقوني 3 دقايق كفايه عليه والله. المهم بيطلعوا على ساحه القصر علشان يدربوه. الواد بقى كان متحمس جدا وميلي بتقول له وريني كده يا باشا مهاراتك في المبارزه. كاين فعلا بيمسك السيف. وايه يا ابني اللي بتعمله ده محترف من صغره. نينا بتقول لي ميلي ده شكله امهر منك، انت متاكده انك هتعلمي حاجه؟ قالت لا هنشوف دلوقتي. ندهت على كاين وقالت له شكلك جامد، تعالى كده في نزال ضدي. وهوب امسكها كسر عظمها. البنت بتقول له كفايه يا عم، انت عندك حمايه من بطل الحرب ولا ايه؟ قال لها ايوه عندي. البنت قالت له علشان كده روح بقى لنينا تعلمك السحر. نينا بقى كانت لسه هتشرح له الطريقه، لقيته بيقول لها استني كده اوريكي حاجه. وهوب استخدم كل العناصر الاربعه وكسر الجدار بضربه واحده. يا ابني ارحمني يا ابني، مين اللي بيعلم التاني دلوقتي؟ تينا بتقول له انت عندك حمايه من بطله السحر ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه. والبنات حرفيا هيموتوا من الصدمه. بيطلع بعدها صندوق ادواته قدامهم وبيعرفوا ان هو مش ولد عادي، لا ده عبقري زمانه اللي هيكسر الدنيا. بيطلعوا بعدها على ابوه بيقولوا له احنا لازم ناخد كاين ونعلمه بره. الاب بقى بيسالهم ليه؟ قالوا له علشان طاقته كبيره جدا ويمكن يكسر لك القصر بتاعك. الاب طبعا اتصدم وقال له ده اول يوم يا ابني ارحمني. فكاين بيتمسكن عليه كده والاب بيقول له خلاص اتدرب بره بس بشرط واحد وهو انكم ترجعوا قبل الغروب. فالواد بيقول له تمام وكان في قمه السعاده. بيطلعوا اخيرا بره المدينه وكاين كان فرحان علشان اول مره يروح على مكان واسع. البنات بياخدوه على صخره كده وتينا بتقول له حاول تدمرها. الواد الحماس بياخده بوم بيكسر الصخره، بيدمر اللي حواليها كمان. والبنات ما عادتش مصدقه، بتقول له انت استخدمت كل القوى السحريه دي ازاي؟ زمانك تعبان دلوقتي. بس الواد بيقول لهم هنبدا تدريب امتى؟ كفايه تسخين بقى لحد كده. دمر صخره قد بيتنا وبيسخن عليها صديقي، اما لما يبدا قتال هيعمل ايه؟ ما علينا. المهم مره واحده تينا بتقول له في وحش بيهجم علينا. الكل بيستعد والقرب الوحش بيهجم فعلا، بيسيب البنات وبيروح على الحته الصغيره بتاعتنا علشان يقتله. بيستقل بيه ولكن ما يعرفش ان كاين هيديله على دماغه. بيطلع بعدها صندوق الادوات بتاعته وبيحطه جوه. بيسمع بعدين ميلي وهي بتقول انا عاوزه حقيبه عين فيها ادواتي زي اللي مع كاين كده، بس لازم احوش فلوس كتيره جدا علشان اقدر اشتريها. الواد بيتاثر من كلامها كده وشكلها صعبت عليه. بتعلمه بعدها تينا سحر البحث والواد بيتعلمه من مره واحده. بيلاقوا 4 ارانب سحريه قدامهم وبيروحوا عليهم يقتلوهم. واحد منهم بيجري على الغابه دي وكاين كان رايح وراه، بس تينا بتحذره وبتقول له الغابه ديت خطيره جدا وفيها وحوش كبيره ممكن تقتلك في اي لحظه. فكاين بيقول لها خلاص تمام مش هدخل الغابه. بيرجعوا بعدها بقى على البيت والواد بيبص على احصائياته. ده ايه الحلاوه ديت؟ الواد طلع 8 مستويات مع بعض علشان هزم ارنب سحر بس. اما لو هزم خنزير بقى صديقي هيعلى له 1000 مستوى ولا ايه؟ ما علينا. المهم تاني يوم ميلي وتينا بياخدوا كاين على النقابه، وده علشان يسالوا على وحوش سحريه اقوى من الارنب بشويه وياخدوا المعدات اللي هيحتاجوها. بتعرفهم البنت بقى اللي في النقابه بكل حاجه وبتقول لهم ان في شويه ذئابه في الحته ديت لو رحتوا هناك هتلاقوهم، بس الحته الصغيره ده بقى واقع من انهي واحده فيكم؟ ميلي بتقول لها ده ابن حاكم المنطقه. البنت بقى ولما بتعرف بتترعب وبتقول له انا اسفه يا سعاده البيه انا ما اعرفش. الواد بيقول لها ده ولا يهمك يا باشا. وبعدين واحد بيغلي كده
كده بيقوم على ميلي وتينا بيقول لهم انتم بتعملوا ايه مع الطفل ده؟ مفيش مهمات بتعرفوا تعملوها غير الحضانه ولا ايه؟ يلا يا بنتي اعملي للي اعلى منك كوبايه شاي علشان تروق عليه. البنت ما بترضاش، فالواد بيمسكها كده وصاحبتها بتحاول تدافع ولكن اتنين بيكتفوها برضه وخلاص الواد هيضرب ميلي وبوم بيلاقي كان بيقول له ايدك لا توحشك. الراجل بقى بيقول له يلا يا بيليا من هنا، مش عاوز اضربك علشان ما اقلش من نفسي، بس انت متخيل بقى ان هو يضربه؟ لا والله كاين بيكسر عظمه وبيحرجه قدام كل النقابه وانا طبعا راضي ومصدق. الواد بيقوم من تاني ولكن كاين بيروقه من جديد، بيجري على السيف وبيزعق وبيقول له اخلص عليك. بيهجم على الواد بسرعه جدا ولكن بيتفادى كل هجماته بسهوله، بيمسك بعدها السيف ما بين صوابعه وبيرميه بره. اللي بعده يا هناه يا سعده بيرمي اصحابه هما كمان وبيلحق الامرين بتوعه. تينا بتروح عليه بعدها كده وبتحضنه وبتقول له شكرا علشان حمتنا، بس في المره اللي جايه انا احميك. وميلي هي كمان كانت في قمه السعاده والدنيا اخر حلاوه. بيروحوا بعدها على الغابه وبيتدربوا والدنيا بقت فل وروقان. بيفضلوا على الحال ده لحد لما ال3 سنين بيخلصوا وبيجي اخيرا يوم تخرج كاين من عندهم، ده على اساس انهم مدرسه يعني. كاين بقى بيلبس بدلته كده وبيفكر في هدايا يعطيها للمعلمين القمر بتوعه. بيفتكر ميلي وهي بتقول انها كانت عاوزه حقيبه ادوات وبيقرر يعمل لها واحده. بيستنى لحد بالليل وبيروح على الغابه المشؤومه، بيلاقي غول احمر كده وعملاق وبيحرقه بالنار بتاعته. بيقول بعدها دي هتلاقي على ميلي. بيروح بقى على تنين اخضر تاني كده وبيخلص عليه، ودي بقى لتينا وهو محسسني ان هو بيموت ناموس يا صديقي. ما علينا. المهم الحراس في المدينه بيشوفوا الانفجارات اللي بتحصل وبيطلعوا الجيش، بيجروا على هناك ولكن ما بيلاقوش اي حد خالص. بس ابو كاين بقى بيشوف منديله والاب بيتصدم وبيعرف ان ابنه اللي عمل كل ده. تاني يوم بقى كان كاين بيخلص له على 15 ذئب سحري كده وبعدها بيقول للمدرسين بتوعه خلصت. بيروحوا بعدها عليه بقى وبيقولوا له انت النهارده اتخرجت، كانت فتره جميله جدا قضيناها معاك وانت احلى كاين في الدنيا. الواد بيتحرك كده قدامهم وبيطلع لهم الشنطتين اللي عملهم، بيقول لهم انا عارف ان دي حاجه بسيطه بس يا رب تقبلوها مني. البنات طبعا بتفرح جدا منه وبيدوا لهم كمان هديه عقبال ما تاخدها انت كمان يا صديقي. بعدها البنات بتودع كاين وبتقول له لو احتجتنا في اي حاجه هتلاقينا في ظهرك، يلا سلام يا قمر. كاين بيرجع على البيت ومش عارف هيعمل ايه الفتره اللي جايه. بيلاقي ابوه بقى داخل عليه كده بسرعه وبيقول له انت اللي كنت في الغابه امبارح صح؟ كاين قال له ايوه، في حاجه ولا ايه؟ ابوه بيقول له انت عملت ايه هناك؟ قال له ما فيش يعني، قتلت لي تنين على غول احمر بس كده. الاب بيتصدم وبيقول له انت بتحسسني انك قتلت ناموستين ليالا، دول وحوش اسطوريه ممكن يخلصوا على المدينه كامله، باخد بالك بعد كده علشان ما توقعناش في مشاكل. فكاين بيقول له تمام وبيعتذر منه جدا وبيقول له ما تقلقش يا عم مش هكررها تاني. تاني يوم بقى كاين بيروح على تنين عملاق كده وبيخلص عليه، بيبص كده على طاقته لقاها بتزيد بسرعه مش طبيعيه وحرفيا فاضله شويه ويدمر الارض من قوته. المهم بعد سنتين كاين بيركب العربيه وبيروح مع عيلته علشان يقدم على المدرسه السحريه. اخته كانت فرحانه جدا وعماله بتشجعه والاب كمان فرحان ليه. العيله اخر روقان، بس فجاه وهم ماشيين كاين بيلاحظ ان في وحوش بيهجم على شويه ناس قدامهم، بيقول لابوه عليهم وبيبعت حراس علشان يلحقوا الناس. بس كاين بياخد باله انهم مش هيلحقوا يوصلوا في الوقت المناسب وبيسيب العربيه بسرعه وبيستخدم قوته، بيطير على هناك. وفي الوقت ده كان في شويه حراس بيحرسوا عربيه كده والوحوش بتهجم عليهم من كل حته. قائد الحراس بيقول لهم احموا الاميره باي وسيله وما تسيبوش الوحوش توصل لهم. بس الوحش كان خلاص قدامه هيقتله يا صديقي. تخيل بقى انه هيموت. لا والله بيظهر الاسطوره كاين في لمح البصر وبيمسك الوحش وما بيسميش عليه. كل الوحوش بتتهزم والحراس مش مصدقين اللي شايفينه، هو ازاي الواد الصغير ده قادر يعمل كل ده؟ كاين بعدها بيروح عليهم وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ابويا جاي كمان شويه علشان يساعدكم. الحراس ما بتقدرش تقف وبتقع من التعب قدامه، فبيعمل تعويذه شفاء وبيشفي كل المصابين في ثواني. وهنا الكل كان مبهور ومظلوم منه. بس كاين بعدها بيقول لهم انا اسف لان سحري بيقدر يشفي المصابين بس، ولكن مش هيقدر يرجع الموتى للحياه. وبياخد بعدها جثث اللي ماتوا وبيحطها في البعد بتاعه علشان يوصلها لاهاليهم في المدينه علشان يقدروا يدفنوهم. بعدها ابوه بيوصل هناك وبيشوف شعار العربيه كده بيتصدم، ده شعار العائله الملكيه. بيفتح الباب وبينزل منه بنتين زي القمر وبيعرفوا نفسهم بكل احترام وبيشكروا غارم على انقاذهم، بس كانوا خايفين جدا من اللي حصل ولسه ما اطمنوش. فكاين بيعمل لهم تعويذه بتخليهم يرقصوا من الفرحه والبنات بتفرح جدا وبيشكروا عليها. بيعرفوا بعدها بنفسهم والقمر ام عيون خضرا ديت اسمها تليستيا، اما العسل التانيه ديت اسمها سلكي. سلكي بعدها بقى بتمسك ايد كاين كده وبتقول له انا شفتك وانت بتضرب في الوحوش من الشباك، انت كنت جامد جدا. فتليستيا بتتضايق وبتمسك في ايده من الناحيه التانيه وحرفيا الحب ولع في الذره يا صديقي. بيسالوه بقى هو القمر رايح فين؟ فبيقول لهم على العاصمه الملكيه. فبيقولوا له احنا كمان رايحين وبياخدوه معاهم بالعافيه. واحلى مسا عليك يا عم غارم. بيقعدوه في العربيه وبيقعدوا بعيد عنه جدا. ايوه بناتنا محترمه. الواد يعني كان قاعد في نص هدومه وابلع يالا. بيقاطعهم حارس كده وبيقول لهم احنا هنوصل على مدينه بعد شويه هنرتاح فيها يومين كده وبعدين نكمل طريقنا. كاين بيقول له يا اسطى انت شفت اللي حصل قبل شويه؟ فبيقول له ايوه كل حاجه. الواد بيتصدم كده وربنا ما يحطك مكانه يا صديقي. بيوصلوا اخيرا على المدينه وبيدخلوا علشان يقعدوا في فندق وكاين بيفرح جدا. اخيرا البنات
البنات هتسيبه ولسه هيطلع بيلاقيهم مكلبشين فيه. كان بيقول لهم في ايه؟ البنات بتقول له احنا خايفين يا عمو مش هنخليك تسيبنا لوحدنا. ابوه بيقول لهم ما ينفعش تناموا مع بعض، بس البنات ما بترضاش وبتاخدوا معاهم بالعافيه وبيدخلوا على الاوضه. السراير بتكون جنب بعض وبيقترحوا مين اللي هتنام قريبه منه، ولكن في الاخر بيقرروا يحطوه في النص. ايه ده؟ في مسافه ما بين السريرين، استنى نلزقهم. كان بيقول لهم ما ينفعش، بس بيكلبشوه وبيناموا جنبه. وتحس كده الانمي قلب كوميديا يا صديقي. بعد كام يوم كاين بيكون عليه علامات النشاط والحيويه، والواضح ان هو ما عرفش ينام اصلا في ال3 ايام اللي فاتوا. بيكملوا طريقهم واخيرا بيوصلوا للعاصمه الملكيه وبيدخلوا جوه وبيستقبلهم رئيس الحراس. بيلاقيهم لازقين في دراعه كده، فبيقولوا ما تهدى شويه يا عم. فالواد بيتحرج وكان في نص هدومه. بيعرفوا بعدها جون بنفسه وبيشكروا على كل اللي عمله علشان يحمي الاميره وينقذ الحراس. بيطلع له كاين جثث كل اللي ماتوا من الحراس وبيقول له استاذن انا بقى، بس بيقول له على فين يا عم؟ ده الملك عاوزك دلوقتي. الواد بيتصدم وبيروح على الملك علشان يعرف في ايه. الملك بيكرمه قدام الكل على شجاعته وانقاذه للاميره، وبيقول له انا هديلك رتبه بارون وقصر كمكافاه على اللي عملته. الناس بتتصدم ومحدش كان مصدق اللي الملك عمله. بيقول لهم هو مش انقذ الاميره وبس، لا ده كمان عالج كل الحراس المصابين وجاب جثث الموتى منهم. الاطفال الموهوبين زيه لازم نعملهم احسن معامله. كاين بيتصدم من تقلب الاحداث وبيوافق على الهدايا ديت ولسه هيمشي. بيلاقي الملك بيقول له بقى انا عاوزك لسه. بيقعد هو وابوه بيستنوا الملك، وابوه بيقول له يا ابني ارحمني، انت لسه اول يوم تيجي العاصمه وبقيت بارون وعندك قصر، انت ايه في ايه؟ فبيقول له اعمل لك ايه يا عم؟ حظي. بعدها الملك وابو سلكي بيدخلوا عليهم والاتنين بيحنوا راسهم وبيشكروا كاين على انقاذ بناتهم. الواد بيقول لهم يا عم ارفعوا راسكم، انا ما عملتش اي حاجه اصلا. بس الملك بيقول له انا شكرتك كملك ولازم اشكرك كأب علشان انقذت بنتي. وابو سلكي كمان بيقول له نفس الكلام. الواد بقى بيفرح جدا وكان في قمه السعاده. بعدها الملك بيدخل في صلب الموضوع وبيقول له انا هخطب لك بنتي وسلكي. الاتنين كان بيتصدم وبيقول له ليه يا عم؟ انا لسه عارفهم من 4 ايام. الملك بيقول له ما انتوا سافرتوا مع بعض ومسكتوا ايد بعض وكمان نمتوا جنب بعض وكده محدش هيرضى يتجوزهم. الواد طبعا بيتصدم وبيقول له خلاص تمام. والبنات كانت في قمه السعاده، وعمك غارم بقى كان هيموت من الحسره يا صديقي، والشكل اللي جاي مش زي اللي راح. المهم تاني يوم بقى كان كاين استخدم قوته علشان يزوروا الابطال ال7. بيوصل عندهم فعلا والابطال بيرحبوا بيه وبيعرفهم بكل اللي حصل له وان طاقته بقت بتزيد بسرعه جدا وما عادش فاهم ايه اللي بيحصل. الراجل ده بيقول له ما انا اللي مزودها لك يا عم، وانت حاليا بقيت اقوى واحد في العالم ومفيش بشري هيقدر يقف في وشك. كان بيتصدم وبيقول له تمام يا عم. بس في واحد تاني بقى من الابطال بيروح على كاين كده وبيقول له ايه رايك تعمل لنا لعبه في العالم ده؟ العالم ده ما فيهوش مرفهات وتحس ان الناس كلها كارهه نفسها كده وعاوزين حاجه تسليهم. فكاين بيقول له سيب الموضوع ده عليا، هعمل لكم لعبه جامده وهظبط الدنيا. بالفعل الواد بيرجع على العالم تاني وبيكون خارج مع اخته علشان تشتري شويه هدوم. ما بيقدرش يستحمل في المحل ده كتير وبيطلع بره يجري من المناظر اللي شافها. بيقابل ألما بره والبنت بترحب بيه وشكلهم صحاب من زمان. المهم ابو ألما بيشوفه وبيرحب بيه بكل تواضع. بياخد كاين جوه المحل بتاعه وبيطلع ان هو تاجر شاطر جدا وبيفهم تقريبا في كل حاجه. كاين بيقترح عليه موضوع اللعبه وبيديله التصاميم وكل حاجه علشان ينفذها. الراجل بتعجبه فكرته جدا وبيقول له بس التكاليف غاليه علينا ومش هنعرف يعني نتحملها. كاين بيطلع له عمله ذهبيه كده وبيقول له كده تمام ولا ايه؟ الراجل بيتصدم من المبلغ وبيقول له ده كده تمام التمام. بعدها كاين بيسيبه وبيلاقي رينو واقفه قدامه ومتضايقه كده علشان ما شافهاش في الهدوم الجديده. بتقول له كنت فين يا استاذ؟ وليه سبتني ومشيت قبل ما تقول رايك في الهدوم؟ كاين قال لها اصلك كده كده حلوه في اي حاجه وعيني يعني وجعتني من حلاوتك فطلعت علشان امررها بره. البنت قالت له تمام واتاثرت بالكلام ده. بعدها رجعوا على البيت وفضلت مقعده قدامها وذنبته وخلته يتفرج على كل الهدوم بتاعتها. الواد صعب عليها الصراحه. المهم بعد كام يوم اللعبه بتجهز والتاجر بيبعت له علشان يشوفها. بيشوفها فعلا وبتطلع زي الموجوده في العالم بتاعه وبيعمل عقد مع التاجر بيها. والابطال ال7 بياخدوا النسخه الاولى من اللعبه وكاين بيخلي التاجر يعمل نسخه تانية وده علشان ياخدها ويديها هديه للملك في الحفله بتاعته. التاجر بيقول له تمام هعمل لك اللي انت عاوزه بس ايه رايك نفتح مشروع ونبيع اللعبه ديت ونتاجر بيها؟ كاين قال له تمام يا عم واعطاله فلوس علشان يمولوا المشروع بتاعه. بعدها موعد الحفله بتاعت الملك بيقرب وكاين بيروح مع عيلته هناك. ابوه بيقول له بص يا ابني انت دلوقتي بقيت بارون وكل البنات هتحاول تقرب منك فخلي بالك بقى. كاين قال له تمام وقرر يهرب اول لما يشوف واحده. بالفعل بيوصلوا على الحفله وكاين بيبدا يرحب بالكل هناك وسيلفيا وابوها كانوا قدامهم. البنت كانت قمر الصراحه والواد لما شافها كده عجبته وقال لها ايه الحلاوه ديت. البنت هي كمان اتاثرت وقالت له مفيش احلى منك. ابوها بيقاطعهم وبيقول له ده انت عيل مش سالك يلا روح وسلم على الملك. بيروح فعلا وبيسلم على الملك وبيمدح في تليسيا برضه والبنت هي كمان بتتاثر. الواد ده مش
اشرح يا محدى صديقي. الملك بيقول لغارم انت ربيت زير النساء ده على ايه؟ ابوه بيقول له والله انا ذات نفسي مش عارف. بعدها كاين بيعرض اللعبه على الملك وكان في قمه السعاده لما بيشوفها. بيقول له بعد ما بيشوفها انا اصلا كده عاوزك بعد الحفله ديت علشان اشوف حوارك مع البنات ده، فاستناني بقى وما تمشيش علشان هروق عليك. الواد بيقول له تمام وشكله كده كان متوتر جدا. المهم بعد شويه كاين بيقابل تليستيا وبيقعد معاها والدنيا بتبقى اخر حلاوه، ولكن لسوء حظه الواد اللي شبه البرميل ده بيتنمر عليه وبيقول له انت قاعد مع تليستيا ليه؟ جايب معاه 2 كمان من صحابه وشغالين تنمر على الواد. بس تخيل بقى ان كان يفضل ساكت لهم؟ اكيد لا، يعني بياخدهم بره علشان يتنافسوا. ولما بيخرج بره الواد ده بيقول لكاين اقعد على الارض واعتذر يلا والا هروق عليه. وفجاه بنلاقي واحد منهم بيجيب كتاب سحري وبيفعل تعويذه وهوب بيهجم على كاين. بس ايه الهبل ده ولا كانه بيحدفه بعود كبريت يا صديقي. التاني بقى بياخد كتاب وبيهجم على كاين هو كمان، ويخرب بيت الضحك يا جدعان. تليستيا بتقول لهم ان كاين خلص على جيش كامل من الوحوش خلال لحظات بس، ما بالكم بقى يعمل فيكم ايه؟ العيال بقى لما بيعرفوا ان ده الواد اللي انقذ بنت الملك بيجيبوا ورا كده وبيهربوا من المكان قبل ما يتحط عليهم اكتر من كده. ما علينا. بعد شويه كده بنلاقي مستشار الملك بيدي لكاين مفتاح قصره الجديد وبيقول له على مكانه، وبالفعل كاين بيروح على هناك وبيلاقي القصر مهجور وحالته بالبلا. بيتمشى في القصر شويه وحرفيا المكان بيبقى قاطع ميه ونور، بس كاين بيقول بسيطه وهوبا بيستخدم سحره وبيرجع القصر جديد اخر حاجه. ده ولا كانه لسه متشطب. ولو بتسال على القصر ده بقى صديقي، فالقصر ده هو هديه من الملك اداهوله كمكافاه بعد لقب البارون، وبنعرف ان هو بقى بعت لفريق الخدم اللي كان عندهم في البيت، ولما بيروحوا عنده بيسلموا عليه وبيبقوا مبهورين جدا من نظافه المكان. في الاثناء ديت بقى بنلاقي عيله كاين وصلوا القصر وبيبقوا مصدومين من حلاوته، بس فجاه بيسمعوا صوت صويت جاي من الخارج وبيروحوا ناحيه الصوت ده بسرعه. وايوه تنين مرعب حرفيا موجود في المكان، وغارم هو التاني كان هيتشل من الخضه. بيقول لكاين هو ايه ده بالظبط؟ وهنا الواد بيقول له يا عم ما تخافش، ده انا خلصت عليه في الغابه وقلت اخد تذكره معايا واستخدمت سحري بعدها يعني وعملت تمثال هنا. غارم بيقول له ان التنين ده لوحده يقدر يخلص على نص المملكه بالمغامرين اللي فيها، ومع ذلك انت عامل من امه تمثال؟ ده انت جاحد يالا. وعموما بقى بيعرفوا ان التنين ده بيعد كنز وطني وانه يساوي فلوس بالهبل، وفجاه بيعرفوا ان هو لازم يبعت دعوات لكل نبلاء المملكه ويستضيفهم عنده في القصر، وان دي عاده عندهم. وبالفعل كاين بيرتب لده كويس جدا وبتجيله فكره مجنونه، وهي ان هو يقدم برجر في الحفله كنوع طعام غير مألوف بالنسبه لهم. ومش كده وبس، لا ده هيصنع لهم مشروبات غازيه كمان وحاجه اخر دلع الصراحه. وبالفعل بيستخدم سحره وبيصنع كاسات يقدم فيها المشروب، وبيجيب شيف كده وبيديله وصفه الطعام، واخيرا بيقدر يصنع البرجر. ولما الخدامه بتجرب الاكل والمشروب اللي عاملهم بتنبهر منه، وايه الجمال والحلاوه ديت يا عم انت. وفجاه الخادم بيدخل عليه وبيعرفه ان الملك عايزه فورا، ولما بيروح هناك بنلاقي الملك متعصب جدا، وده لان النائب بتاعه عمال يعاند فيه بالدعوه بتاعه كاين، وبيقول له بالرغم ان انا اللي اديتك القصر ده الا انك حتى ما بعتليش دعوه حضور زي الباقي. وبيقول له بما انك جوز بنتي وزي ابني فاحب اقول لك انك ابن عاق وما تربيتش. لا ده ايه الهبل بتاع الملك ده. بس فجاه كاين بيطلع دعوه خاصه بالملك وبيقول له انا عارف انك قد ايه مشغول، وعلشان كده كنت مستني الوقت المناسب اللي اقدر اقابلك فيه وادي لك الدعوه بنفسي. وهنا الملك بيفرح كده وبيعاند النائب بتاعه، وزي ما انت شايفه كده يا صديقي. واخيرا بقى بيجي وقت الحفله وكاين وغارم بيبتدوا يستقبلوا الضيوف، وبنلاقي النائب وصل مع تليستيا بيسلموا عليهم وبيدخلوا القصر جوه، والنائب بيتصدم لما بيشوف التنين قدامه. وفي الوقت ده كاين بيدخل القلعه وبيرحب بالحضور وبيقول قد ايه هو ممتن ليهم وبيشكرهم بسبب حضورهم النهارده، وبيبتدوا بعدها يشربوا المشروب اللي كاين عمله. وايوه جمال ودلال وحاجه اخر حلاوه. الملك والتاني بيوصل وبيقعد على الترابيزه وبيقول هو ايه المشروب ده، واول لما بيجربه بيعجبه جدا وكله كوم، ولما بياكل البرجر كوم تاني. الملك بيتجنن على الاخر وبيأمر بذبح كل الحيوانات وتحويلهم لبرجر حالا، وكل النبلاء بيسقفوا ليه وبيحيوه على الاستقبال بتاعه. بس فجاه بنلاقي جينو وصل عند بوابه القصر، ولما كاين بيخرج يستقبله جينو بيتريق عليه وبيقول له القصر بتاعك شبه بيت الكلب بالظبط. وهنا كاين بيسيبه يدخل لوحده، وهوبا الواد كان هيعملها على نفسه من الخضه لما بيلاقي التنين في وشه، بس برضه بيقوم وبيدخل القاعه وبيفضل يتريق على المكان وبيشتم في كاين. وبالرغم من ده كاين بيقدم له المشروب والطعام، واول لما جينو بيجرب المشروب بيتفاجئ من حلاوته، ولكنه بيقول ده اسوأ حاجه شربتها في حياتي. وكالعاده لما بيجرب الطعام بيفضل يتريق عليه، بس فجاه بيطلب من كاين يجيب له 100 قطعه من الطعام ده، غير ان هو عاوز ياخد بقيه المشاريب معاه. كاين بيعنده بيقول له لا، وان حاجه طعمها وحش اكيد مش من مقامك طبعا. جينو بيقول له انت مالك يا غبي، ما تعمل اللي قلت لك عليه وانت ساكت. وبنعرف ان كاين بيحضر مصيبه ليه وبيعصبه لحد لما بيشتم علشان الملك يسمعه، وهوبا الملك بيظهر من وراهم بينفضه حرفيا وبيقول له زي الكلب تخرج من المكان والا هشيلك من منصبك واخليك بواب القصر بتاع كاين. وبالفعل جينو بيهرب بسرعه، اما تليستيا فبتكتشف ان كاين كان يقصد يوقع جينو في شر اعماله ويستاهل اللي حصل والله. وبعد شويه وقت كده بنلاقي كاين واقف مع قائد الحرس في القصر الملكي، وبنعرف ان
الملك طلب منه يدرب الحراس بشكل شخصي الفتره اللي جايه. وفجاه بنلاقي قائد الحراس بيقول لكاين انا سمعت ان عندك تنين في القصر بتاعك، وبيساله اذا كان التنين ده حقيقي ولا لا. وفجاه كاين بيقول ان هو معاه مجموعه كبيره من التنانين وممكن يفرجوا عليهم كمان. بياخدوا لساحه التدريب وبيطلع تنانين كتيره جدا من صندوق الادوات بتاعه. وقائد الحرس بينصدم، بيساله هو ازاي قتل كل ده لوحده، وبيقول له كمان انت استحاله تبقى انسان عادي، اكيد وراك سر كبير. وهنا كاين بيتوتر كده وبيطلب منه يبدا التدريب حالا. وبالفعل قائد الحرس بيجمع الجنود وبيعرفهم ان كاين هيبقى المدرب بتاعهم اليومين الجايين. احد الجنود بيقول له انت ازاي بتقول كده، ده طفل عنده 10 سنوات بالكتير، اكيد يعني مش هيعرف يدربنا. فقائد الحرس بيقول له ما تجرب كده تهزم الطفل ده وليك عندي 100 عمله ذهبيه. الراجل بيقول له تمام، وبالفعل بتبدا المعركه ما بينهم. وفجاه كاين بيتحرك زي الشبح وبوم بيخلص المعركه في ثواني. وفي الوقت ده الجنود بيعرفوا قد ايه كاين قوته مرعبه وبيبداوا في الهجوم عليه. وفجاه بنسمع صوت بيزعق وبينادي عليهم وبيطلب منهم يوقفوا ده حالا. وبنعرف ان دي الحارسه المقدسه في القصر الملكي، وبالمناسبه اسمها برين، بتزعق معاهم وبتقول لهم ازاي تهاجموا طفل زي ده، انتوا موعيين للي بتعملوه. بس قائد الحرس بيعرفها ان ده كاين اللي خلص على مجموعه الوحوش لوحده وانقذ بنت الملك كمان. برين لما بتعرف ده بتتحول تماما وبتقول اخيرا الاقي حد يسد قصادي في القتال. كاين بيقول لها استهدي بالله يا ستي وبلاش تهور، وبيبقى مرعوب منها. بس على مين؟ دي برين بنت المجانين، بتهجم عليه كل غباء وكاين بيتفاجئ من قوتها، بيصد ضربتها بالعافيه. ولكن انت فاكر انه يسكت على كده؟ لا والله، الواد بيتحول لشبح وبيجي من وراها وبوم بيخلص المعركه في ثواني. ده ايه العظمه ديت. وفي الوقت ده بنلاقي برين بتتسمر مكانها وبتقول اخيرا لقيتك، اخيرا لقيت الشخص اللي هيهزمني، وبتقرر تتجوزه حالا. كاين بينصدم وبيقول لها جوازي بس ده انا لسه عندي 10 سنين. برين بتقول له بسيطه، شوف انت جاهز امتى وانا مستنياك، ولكن لحد اليوم ده ما يجي انت هتفضل موجود معانا هنا وهتفضل تحت عينيا كمان. ولما بيعرفها ان الملك هيرفض بتجره من قفاه وبتروح عند الملك، بتعرفه انها قررت تتجوز كاين واي حد هيقف في الجوازه ديت هتجيب اجله. والله زي ما بقول لك كده. الملك طبعا بينصدم وبيسال كاين هو ايه اللي حصل بالظبط. فبيقول له والله ما انا عارف حاجه، انا دخلت معاها في قتال وفزت عليها ومن ساعتها وهي على الحال ده. الملك بقى عرفها ان كل من بناته بنت النائب مخطوبين ليه، وبالتالي بيفتكروها هتصرف نظر عن الجوازه ديت. بس لا والله، برين بتشبط فيه اكتر وبتقول له اللي هيجي ناحيته هقسمه النصين. لا دي كمان بتاخده في ايديها وبتسيبهم وبتمشي وهي حلاوه. وبنلاحظ بقى ان غارم موجود في المكان، وهنا الملك بيساله هي ايه الحكايه بالظبط، وايه سر القوى المهوله اللي ابنك بيمتلكها دي، ولكنه ما بيبقاش عنده رد نهائي وبيقول له والله علمك. وفجاه مستشار الملك بيقول ان عنده خطه وشكل الموضوع في انه. وبعد شويه وقت كده بيبعتوا قائد الحرس ليه وبيعرف كاين ان الملك عايزه في موضوع مهم جدا. ولما بيروح يقعد مع الملك بيتوتر وبيسالهم هم ليه كلهم متجمعين في المكان. بس فجاه بنلاقي مستشار الملك بيديله كتاب سحر محرم وبيعرفوا ان الكتاب ده هديه من الملك. ويا دوب الواد بيفتح الكتاب بينصدم من التعويذ الموجوده فيه وبيقول اخيرا في حاجه جديده ممكن اتعلمها. وهنا كاين بيقع في الفخ، وده لان الملك بيعرفوا ان الكتاب ده بتاع الامبراطور الاول في المملكه وان محدش قدر يقرا الكلام الموجود فيه منذ مئات السنين. كاين هو التاني بينصدم لان الكلام بالفعل مكتوب باللغه اليابانيه. والملك بعدها بيساله هو مين بالظبط، وشكل كده السر بتاعه اتكشف صديقي. وهنا كاين بيقول لهم تمام وبيقرر يعترف بكل حاجه، بيعرفهم ان هو جاي من عالم تاني وتم احيائه من جديد، ومع ذلك هو فاكر كل ذكريات حياته الاولانيه. وبيقول لهم ان هو جاي من نفس المكان اللي جه منه صاحب الكتاب ده، وانه كان خايف يقول لهم كده لا يبعدوا عنه ومحدش يقرب منه ويعيش لوحده زي حياته اللي فاتت، وقد ايه كان دايما وحيد. بس من ساعه ما جه العالم ده بقى له عيله وناس بتحبه وهو دايما خايف يخسرهم. وبيقرر يوريهم شاشه الحلقه بتاعته وبوم صدمه في المكان، محدش مصدق اللي بيحصل. الملك كان هيتشل حرفيا، وكاين بيقول لهم لو مش هتعاملوني زي الاول فالاحسن اسيب المملكه وامشي. بس الملك بيقول له لا، وبيعترف بيه كاحد ابناء المملكه وبيعرفه كمان ان اللي حصل ده هيفضل سر ما بينهم. وبعد شويه كده بنلاقي كاين واقف قدام نقابه المغامرين، وده لانه اخيرا تم 12 عام بالتمام، وبيبقى فرحان لانه اخيرا هيتسجل كمغامر في النقابه. وبيدخل جوه وبيروح لموظفه الاستقبال بيقول لها ان هو عايز يسجل نفسه في النقابه، وبترحب بيه وبتديله ورقه علشان يملى بياناته. وبعد كده بتاخد نقطه من دمه علشان تتاكد من صحته الجسديه، وخلال ثواني بيطلع كارنيه النقابه، ولكنه بيبقى من الرتبه جي، ودي اقل رتبه طبعا علشان هو لسه بادئ. وفي الاثناء ديت بنتفاجئ بمجموعه من المغامرين بيتنمروا على موظفه الاستقبال، شغالين يرخموا عليها، لا ده كمان بيهجموا على كاين. بس على مين يا حزين انت وهو؟ الواد بيختفي زي الشبح وسطهم وبيتفادى كل الهجمات. وبنلاقي مغامر شكله قوي جدا بيتدخل في القتال وبيقول لهم لو عاوزين مشاكل فانا جاهز. وفي اللحظه ديت بيجيبوا ورا كلهم وبيجروا من المكان. اما بقى كاين فبيشكر المغامر على مساعدته، بس المغامر بيقول له مساعدة ايه يا عم، ده انا اتدخلت بس علشان الحقهم من اللي انت هتعمله فيهم. وبيقول له بكونك اتحركت بالسرعه ديت فانت اكيد مش حد عادي. وبيقعدوا بعدها سوا وبنعرف ان اسمه ليد، وبيرحب بكاين جدا وبكونه ده اول يوم ليه كمغامر. وبنعرف ان ليد من الرتبه الف، وايوه كاين بيقول له ان دي اعلى رتبه
الرتب الموجوده، ولكن ليد بيقول له ان الملك الاول للمملكه بتاعتهم كان من الرتبه اس، وان ديت اعلى رتبه موجوده في العالم ومحدش غير الملك ده قدر يوصل ليها. وفجاه بنلاقي عصايه تترزع فوق دماغه وبنعرف ان دي لين مراته، لا دي كمان من الرتبه الف زيه بالتمام، وبتقول انهم وراهم مهمه ومع ذلك هو اتاخر عليها. كاين بقى بيعرفها بنفسه وبيقول لها ان ليد كان بيساعده واكيد ده السبب اللي اخره. فلين بترحب بيه وبتقول له علشانك بس انا هعدي الموضوع، وبتشد ليد من ودنه وبتمشي بيه من المكان. تخيل معايا كل الهبه ديت تضيع في ثواني بسبب واحده ست صديقي. ما علينا، المهم كاين بيختار احد المهمات وبيكون فرحان جدا، بيخرج فورا علشان ينفذها، بس فجاه بيلاقي برن في وشه وبتجري ناحيته وبتحضنه كمان. بتساله هو بيعمل ايه هنا، فقائد الحرس بيقول لها ان وراهم تدريب وكده ممكن يتاخروا، فبتقول له يا رب تولع انت والمملكه في يوم واحد، انت مش شايفني واقفه مع خطيبي ولا ايه؟ وهنا قائد الحرس بيسكت تماما وبيتصدم. اما كاين فبيقول لها ان هو لازم يمشي علشان وراه مهمه دلوقتي، وطبعا برن بتقول له يلا بينا، وبتقرر تروح معاه على مهمته الاولى. وكانت المهمه هي قتل مجموعه من الغيلان في منتصف الغابه. واول لما بيوصلوا مكان المهمه بينصدموا حرفيا لان مجموعه غيلان بيحيطوا باحد القرويين وشكلها دي نهايتهم، بيجروا ناحيته في ثواني وكاين بيعالجه. برن بقى بتخلص على الغيلان واحد ورا الثاني، وكاين هو الثاني بيستخدم سحره وبيعزز قدرته حاجه اخر حلاوه. بس للاسف مجموعه كبيره من السحال العملاقه بيظهروا وسطيهم، وكاين بيطلب منها تاخد القروي وتخرج بيه من المكان بسرعه، وبالفعل بتعمل كده. اما هو فبيجمع طاقته وبيدمر المكان باللي فيه. ولما بيرجع للنقابه من تاني بيعرف موظفه الاستقبال ان هو قضى على وحوش من نوع السحال العملاقه، وانها ما كانتش المهمه بتاعته لا، ولو ينفع يعني يبدل الغنائم بتاعتهم وكده. وبيعرف ان هو خلص على 30 سحليه منهم. البنت اول لما بتسمعه بتصوت من الخضه، بتاخده رئيس النقابه فورا، بتحكي له على كل اللي حصل، وبكونه لسه مسجل في النقابه من شويه، والنائب بيقول استحاله واحد لسه مسجل في النقابه يقتل مجموعه الوحوش ديت، اكيد في حاجه غلط، وعلشان كده بيتهمه بالغش وبيقول له انه مش هيسيبه ولازم يعاقبه كمان. وهنا رئيس النقابه بيدخل عليهم والنائب ما بيصدق، بيقول له ان الطفل ده غشاش ولازم يتعرض لاشد العقاب ويبقى عبره لاي حد بيفكر يحتال على النقابه. وفجاه الباب بيتفتح من تاني وبتطلع برن وبتجري على كاين وبتحضنه. رئيس النقابه هو التاني بيكلم النائب بتاعه وبيقول له تسمع عن احد الابطال اللي انقذ بنت الملك من فتره وقضى على جيش كامل من الوحوش؟ هو ده بالظبط اللي عمل كده. لا ده كمان اللي مش عاجبك ده دلوقتي رتبته بارون، غير ان هو ابن القائد غارم حاكم الجنوب، ويبقى خطيب اختي دلوقتي. والله زي ما سمعت كده برن هي اخت رئيس النقابه. وهنا النائب كان هيعملها على نفسه وبيعتذر لكاين على كل اللي قاله. وفي الوقت ده رئيس النقابه بيقرر يبدل رتبه كاين للرتبه الف، ودي اقل حاجه يعني ممكن يعملها معاه. ومن الناحيه الثانيه بنلاقي السحرة المسؤولين عن حمايه العالم بيتكلموا سوا، وبنعرف ان في شر كبير ممكن يدمر العالم، وان كاين الوحيد اللي يقدر يتغلب على الشر ده. وعلشان ده يحصل كاين لازم يعلي قدراته اكتر واكتر، ومفيش غير واحد بس اللي يقدر يساعده ويدربه، بس يا ترى هو مين؟ المهم بعد كده بنروح لكاين وبنعرف ان النهارده يوم اختبار الالتحاق بالاكاديميه. ولسوء الحظ الواد بيصحى متاخر، بس ما يهمش، لا كاين بيستخدم سحره وبوم بينتقل للاكاديميه في لمح البصر. ده ايه الحلاوه ديت؟ بيدخل يسجل بياناته وبيروح على الفصل، ولكنه بيستغرب حبتين، ده مفيش اي حد من ابناء النبلاء موجودين في المكان، ولا حتى تيليس ولا تيليستيا. ما علينا. بيبدا الاختبار الاول وبيكون اسئله عاميه ومدته ساعتين، بس كاين بيقدر يخلصه في اول ربع ساعه من الوقت. ولما المدرسه بتقول له انت ما بتحلش ليه، فبيقول لها ان هو خلص من بدري، وعلشان كده بينتقل للاختبار الثاني وبيبقى اختبار السحر. المدرسه بتقول لهم يستخدموا كامل قوتهم في اصابه الهدف، ولما كاين بيسالها اذا كان ممكن فعلا يستخدموا قوتهم كلها، فبتقول له ما تقلقش لان في جدار حمايه حوالين المكان. ولما بيجي الدور عليه بيقول انا استحاله اسمع كلام المتخلفه ديت واستخدم كل قوتي، وبيستخدم اقل ضربه عنده، وعلى العكس تماما قوه اسطوريه محدش مصدقها بتدمر المكان بالكامل. المدرسه بتصوت وبتقول له هو ازاي ده حصل اساسا؟ امال بقى لو استخدمت قوتك كلها كان ايه اللي هيحصل؟ ما علينا. بنروح للاختبار الثاني وبنعرف ان هو اختبار مبارزه، وبنلاقي مجموعه من مغامرين الرتبه الف هيتابعوا الاختبار، وبنشوف ليد واقف وسطيهم وبيسلم على كاين وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ وبيتحمس جدا وبيقول له تعالى يا حلو انا هختبرك بنفسي. وبالفعل بيبدا القتال ما بينهم، وليد بيقول له هات اللي عندك علشان مش هرحمك. كاين هو الثاني بيقول له من عينيا، وبيهجموا على بعض بغباء، سرعتهم فوق مستوى الجمدان، الاثنين قوتهم مرعبه حرفيا. بس على مين؟ ده كان لسه هيسخن يا حزين. وفي الوقت ده مسؤول الاختبارات بيوقف القتال ما بينهم وبيقول لكاين يمشي من هنا حالا، وان اختباره انتهى ويجي بكره ويسمع النتيجه. وده لانه عقد الطلاب من قوته وما عادش حد عايز يكمل الاختبارات. ما طبيعي يا صديقي. المهم بنتفاجئ بعد كده بمدير الاكاديميه وبنلاقيه عند نائب الملك، وبيعرفه بامر خطير جدا، وهو ان احد الاطفال العامه بيمتلك قوه مرعبه ودمر الاكاديميه، عقد المدرسين قبل الطلاب. وفجاه بنلاقي النائب عمال يضحك وبيقول له ما تكملش، لا ده اكيد كاين اللي عمل كده. ولما الملك بيعرف باللي حصل بيستدعي كاين عنده، بيقول له انا سمعت من تيليس انك ما حضرتش الاختبار. ولما كاين بياكد له ان هو حضر فبيقول له تمام، وعلى كده بقى تقدر تقولي الاكاديميه ليها كم مدخل؟ كاين بيقول له ليها مدخلين، المدخل الشمالي مختص بالنبلاء والمدخل الجنوبي مختص بعامه المملكه. فالملك بيضحك وبيقول له طب يا موكوس ايه اللي دخلك من المدخل الجنوبي؟ قال له
تصدق عندك حق. الملك بيقول له بقى اللي حصل حصل، وخد بقى الورقه ديت مكتوب فيها تكاليف اصلاحيات الاكاديميه واللي المفروض تدفعها بسبب غبائك. وبعد كده نتيجه الاختبارات بتطلع وبنعرف ان هو نجح طبعا. لا ده كمان اتصنف الاول على الصف بالكامل، وان تيليس وتليستيا كانوا الثانيه والثالثه على التوالي. وبنروح بقى لاول يوم في الاكاديميه وبنعرف ان كاين لازم يلقي خطاب تعريفي امام الطلاب، وده بحضور عيلته طبعا واللي بيبقوا فرحانين بيه جدا. هو بالفعل بيقوم يعرف نفسه للطلاب وبيقول ان بكونك نبيل او حتى من عامه الشعب فما فيش فرق ما بينهم، وان اللي هيميزهم عن بعض هو المجهود واخلاصهم للمملكه وليس الا. وبيتمنى ان هو يكون صداقات معاهم والكل بيتفاعل معاه والدنيا بتبقى اخر حلاوه. وبنتفاجئ بوجود الملك في المكان وبيطلع يرحب بالطلاب وبيقول لهم انا عارف ان في ناس معينه مستواهم يفوق الخيال. وبيقوم رازع كاين بالقلم على قفاه وبيقول اتمنى انهم يخلوا بالهم وما يستخدموش قوتهم نهائي. هوبوم بيرزعوا من تاني، وهنا كاين بيعرف ان الملك يقصده بالتحديد. وما علينا. بعد كده بقى بنلاقي كاين بيتمشى في الاكاديميه وبيسمع صوت بيقول له روح على المكتبه حالا. هو بالفعل بيروح هناك ويا دوب بيفتح الباب بيلاقي نفسه في عالم غير العالم. بيدخل جواه وبيتفاجئ بواحد غريب كده قدامه وبيقول له انا بقالي كتير قوي مستنيك. الواد ما عادش فاهم اي حاجه ولا عارف مين اللي قدامه ده. المهم بيقعدوا سوا كده وبيعرفوا بسر خطير جدا. ايوه بنعرف ان ده يويا الملك الاول لمملكه اسفورت. كاين بقى بيتصدم وبيقول له انت ازاي لسه عايش لحد دلوقتي؟ هو بيفكره شبح ولا عفريت، بس يويا بيضحك وبيقول له اتقال انا هفهمك كل حاجه بعدين، بس لازم تعرف انك هنا علشان تتدرب تحت ايدي. الواد بيقول له تدريب ايه يا عم؟ انا اساسا بعاني بسبب مقدار القوه اللي عندي. وهنا يويا بقى بيقول له تمام، ما تجرب كده تاخد البسكوت ده من ايدي. ولما كاين بيجرب بيتصدم. يويا سرعته تفوق الخيال وبيحط السيف على رقبته كمان. كاين بيعرف ان الموضوع دخل في الجد وبيقول له هو ايه المطلوب مني بالظبط؟ ايوه كاين المفروض يقاتل ارون ملك الشياطين في العالم ده، وشكل الملك ده مرعب وقوته مهوله حرفيا. وبنعرف ان يويا قدر يختم قوته ويحبسه من 300 سنه، ولكن بعد ما عمل ده انتقل لعالم معزول تماما وما عادش قادر يرجع لمملكه اسفورت من تاني. وبنعرف ان السحرة طلبوا من يويا يدرب كاين لان الختم على ارون على وشك الانكسار، وقريب جدا هيخرج للعالم من جديد. وهوبا بينقله المكان بعيد عن القصر بتاعه، بيديله سيف وبصله كده علشان ما يتوهش في المكان. وبيقول له اول تدريب ان هو لازم يجتاز الغابه ديت ويرجع للقصر بس من غير ما يستخدم سحر الانتقال الاني بتاعه. تمام. وبيعرف ان هو يحتاج اكتر من سنه علشان ينفذ المهمه ديت، بس ما تقلقش السنه في العالم ده تعادل يوم واحد مش اكتر. ويلا سلام. وبالفعل كاين بيدخل الغابه وبنتفاجئ بوجود وحوش قوتها مرعبه جدا، ولكنه بيقدر يخلص عليهم واحد ورا التاني. بس فجاه بنلاقي وحش مرعب بيظهر من وراه وبيمسكه وبيحط عليه وبيكتفه، بس لا كاين بيقدر يخلص عليه ولكنه بيفقد طاقته تماما وبيقع على الارض ما عادش قادر يتحرك. بيستجمع قوته وبيكمل طريقه وبيتفاجئ بوجود ذئب جريح قدامه. بيروح ناحيته وما بيرضاش يخلص عليه وبيقرر ان هو يعالجه. بيستخدم الباقي من طاقته حرفيا وبالفعل بيقدر يعالجه، ولكنه بيفقد وعيه وبيقع بعدها على الارض. الوحوش بتهجم عليهم بس هو ايه ده بالظبط؟ الذئب بيخلص عليهم كلهم في ثواني وكاين بينصدم من قوته، وبعدها بيبقوا اصدقاء وكاين بيسميه هاك وبيقرر ان هو ياخده معاه. بيعدي الوقت في السريع واخيرا كاين بيقدر يرجع القصر من تاني، وبنعرف ان عدى عليه 5 سنوات بالتمام. وهنا يويا بيسلم عليه وبيعرفه ان هاك هو احد الوحوش المقدسه وقوته فوق مستوى الجمدان، وبيعلمه يحتفظ بيه ويستدعيه في اي وقت. وفجاه بنلاقي شخص غريب دخل عندهم وبالمناسبه اسمه دير، وبنعرف ان هو هيتولى المرحله القادمه من تدريب كاين. وبالفعل كاين بيفعل كل قوته وبيهجم على دير بغباء، وبوم دير بيديله ضربه واحده بتجيب اجله بتخليه يفقد وعيه تماما. هو اول لما بيفتح عينه بيلاقي نفسه عند دير في البيت وبيتعرف على زوجته وبيلاقي عندهم تنين صغير كده وبيبقى مبهور بيه جدا. ما علينا بيكملوا تدريب بس المره دي كاين بيسندل قصاده، وبنعرف ان مستواه اتطور كمان، ولكنه اول لما بيرجع البيت بيقع قدام الباب من التعب. وبعد مرور سنه كامله بنلاقي كاين بقى في حته تانية خالص وقوته بقت اضعاف مضاعفه، وبوم بيقدر يخلص القتال وبيقضي على دير وبيجيبه الارض. ولما بيرجع القصر من تاني بنلاقي يويا واقف قدام مقابر كده، ويويا بيقرر يعرف الحقيقه وان المقابر دولت يقبوا والد كاين ووالدته. كاين بينصدم وما عادش مصدق اللي بيسمعه. وبنروح فلاش باك بقى وبنعرف ان ملك الشياطين كان احد السحرة المسؤولين عن حمايه العالم، ولكن تم طرده بسبب افكاره الشيطانيه وانه كان مهووس بقتل البشر. وبيتم استدعاء يويا وكل من سيرو وماجي دولت واللي هم والد كاين ووالدته. المهم بيتكلفوا بمهمه انقاذ العالم من ارون، وبالفعل بتبدا المعركه الحاسمه ما بينهم. بنلاحظ قد ايه ارون قوته مرعبه ومحدش قادر عليه نهائي. ماجي بتضحي بنفسها وبتنقذ اصدقائها، اما سير فبيتعصب وبيهجم على ارون بكل غباء، وبالرغم ان هو بيتصاب هو الثاني ولكن يويا بيتدخل وبيقرر ان هو يختم قوته للابد. وللاسف كل من سير وماجي بيفارقوا الحياه تماما وبيموتوا بسبب ارون. وبنرجع من تاني لكاين بعد ما عرف كل حاجه وبيتاثر ودموعه بتملى عينيه، ولكنه بيوعدهم ان هو هياخد حقهم وهيحمي المملكه لحد اخر نفس عنده. وفي الوقت ده بيقدر يتغلب على يويا وياخد البسكوت منه، وبالتالي بيكون جاهز للمعركه الاخيره. يويا هو الثاني بيرجعه لشكله الاساسي وبيقول له يرجع للمملكه لان اكيد عيلته قلقانين عليه جدا.
كاين وبيديله السيف الخاص بتاعه وبياخد معاه هاك والتنين الصغير. واول لما بيرجع بيلاقي الكل متجمع عنده في القصر وبيفرحوا جدا لما بيشوفوه. وبعد كده بنلاقي كاين راح عند الملك وتقريبا حكى له على كل حاجه بالتفصيل وبيطلع السيف المقدس بتاعه قدامه. ويا عيني الملك دماغه كانت هتنفجر من الصدمه. وفجاه بنلاقي النائب بيعرفه ان اثناء غيابه اتبعت له رساله من النقابه وانه لازم يروح هناك والا هيتم شطبه من النقابه تماما. ولما كاين بيروح هناك وبيقابل رئيس النقابه بيعتذر ان هو ما قدرش ينفذ المهمه اللي طلبها منه اخر مره. وبنعرف ان هو طلب منه القبض على مجموعه من قطاع الطرق في احد الاماكن. ما علينا يعني. كاين بقى بيقرر ينفذ المهمه حالا وبياخد بعضه وبيروح على المكان المحدد. بيستخدم سحره وبيطير فوق كده وايوه بيلاقي مجموعه من قطاع الطرق بيهجموا على احد العربات. واول لما بيروح عليهم بيتفاجئ دينيما وميل هم اللي موجودين. بيعالج ميل من اصابتها وبيقول للعصابه والله هتدفعوا الثمن غالي. العصابه بتتعصب وبيهجموا عليه بس على مين؟ ده كاين عم الجامدين. بيتفادى الهجوم وبيحط عليهم كلهم واحد ورا الثاني. هو حاجه اخر حلاوه. ولما ميل ونيما بيعرفوا رتبته بينصدموا حرفيا. بس ده مش اي حد لا. ما علينا. بيكتف العصابه وبيرجع بيهم على النقابه وبيسلم المهمه لموظفه الاستقبال. وفي الوقت ده بنلاقي مجموعه من المتنمرين بيضايقوا كل من نيما وميل. ولا دولت نفسهم المجموعه اللي كاين حط عليهم لما كان عنده 5 سنين. بيترعبوا منه تاني وهوبا بنلاقي ليد هو التاني في المكان. العصابه بتهرب بسرعه بس مش دي المشكله لا. تخيل معايا كده ان ليد وميل طلعوا اخوات في الاساس. والله زي ما بقول لك كده انا برضو قلت الشعر الاحمر ده شفته فين قبل كده. بيقعدوا يحتفلوا سوا والدنيا بتبقى اخر روقان. وفي الوقت ده كاين بيعرفوا ان هو لازم يمشي علشان الاكاديميه بكره وانه بقاله اكتر من اسبوع غايب وما بيروحش نهائي. وفجاه بنلاقي موظفه الاستقبال بتروح عند ليد وبتعرفه ان جالهم مهمه من الاكاديميه ومحتاجين حد يدرب الطلاب بكره. وطبعا ليد بيوافق على طول. وتاني يوم بنروح لكاين في الاكاديميه وبنلاقيه في حصه تدريب باستخدام السحر. بيبقى فرحان جدا بس فجاه المدرسه بتعرفه ان هو ممنوع يحضر معاهم التدريب وانه هيكتفي بالمشاهده مش اكتر. ولما بيتنقل لحصه المبارزه المدرس بتاعهم بيعرفهم ان في مغامرين من النقابه هيتولوا التدريب ده. وكاين بقى بيتصدم لما بيشوفهم. المدرس بيعرفهم للطلاب وبنعرف ان ليد عايز يلفت انتباه الطلاب لكاين لانه بيلاحظ ان هو وحيد وما عندهوش اصدقاء في الفصل وبالتالي بيطلب منهم يطلعوا كارنيه النقابه بتاعتهم. وطبعا كله بيعمل ده ما عدا كاين. ولما ليد بيروح عنده وبيساله فين الكارنيه بتاعك فبيقول له نسيته في البيت. المهم بعد كده بيروحوا على ساحه القتال وبيبتدي التدريب وبنلاحظ ان الطلاب ضعاف جدا بالنسبه للمغامرين. وهنا ليد بقى بيقول اول ما هيجي الدور على كاين ههجم عليه بغباء وهفرج الفصل كله على قوته وبالتالي يعني اكيد هيعجبوا بيه وهيشجعوه. وبالفعل بيبدا يضرب الطلاب واحد ورا الثاني لحد لما اخيرا بيجي الدور على كاين وبدون سابق انذار بيهجموا على بعض بغباء. بس للاسف مدير الاكاديميه بيوقف القتال وبيعرفهم ان حصه المبارزه خلاص انتهت. وطبعا ليد بيفشل في انه يساعد كاين بل بالعكس بيعصبه اكتر لان ليد كان ممكن يبدا مع اول واحد. وفي الوقت ده كاين بيروح للغابه وبيبقى متعصب جدا وبيهجم على كل حاجه في المكان وبيدمر الغابه. وبوم هجوم مرعب بيحاول سماء المملكه لوابل من الجمرات. واول لما الجنود بيشوفوا ده بيعلنوا حاله الطوارئ بسرعه. وكالعاده غارم بياخد الجنود وبيروح على الغابه ونفس الموقف بالملي بيتكرر من تاني. وغارم بيعرف ان كاين هو اللي عمل كل ده. المهم بعد كده بنلاقي كاين موجود في ساحه الاكاديميه وبنعرف ان هو هيحضر درس عن السحر بس المره دي بيطلع بره الصف من نفسه. ولما المدرسه بتساله هو طلع ليه فبيقول لها لان اكيد هيحضر كمشاهد زي كل مره. وهنا شين مدرب السحر الجديد بيقول له ان دي حصه استدعاء ويقدر يعني يحضرها عادي. بيبدا يوزع عليهم اختام سحريه وبيعلمهم استدعاء الوحوش وازاي يعملوا عقد صداقه معاهم كمان. ولما بيجي الدور على كاين بيبقى خايف لا يستدعي وحش مرعب زي اللي استدعاه زمان ولكن المدرس بيطمنه وبيقول له ان هو لو ما قدرش يعمل عقد صداقه الوحش هيختفي حالا. ده غير انك تقدر تستخدم قوتك عادي. وهنا كاين بيتشجع ويا دوبك بيبدا في الاستدعاء. بوم المكان بيتقلب راسا على عقب. ايوه طاقه مرعبه بتحيط بالمكان وبنلاقي شيطان مرعب ظهر وسطهم وبنعرف ان ده ملك الظلام واللي اسمه ست. كاين بيستخدم الضوء وبيعمي كل الطلاب وبيبقى خايف عليهم. وهنا ست بيقدر يحدد مقدار قوه الشخص اللي قدامه وفجاه بنلاقيه بيترمى على الارض وبيقول لكاين اسمح لي اعمل عقد صداقه معاك بس والنبي ما تقتلنيش انا عندي شياطين بربيهم. والله زي ما سمعت كده. كاين بيتصدم في الاول ولكنه بيقول له تمام وبيعمل معاه عقد الصداقه. وهنا ست بيقول له لو حبيت تدمر اي مدينه فانا في الخدمه ابعت لي على طول وهنسلمك الطرف في ثواني. ولما الملك بيعرف باللي حصل بيستدعي كاين في الحال وبيساله اذا كان الكلام اللي سمعه ده حقيقي. كاين بيقول له دول بيكذبوا عليك انا ما استدعيتش ملك الظلام لا. والملك كالعاده بينصدم بس. وفجاه بيطلب من كاين يفتح شاشه الحاله ولكنه بياكد على شين ان ممنوع كلمه واحده تطلع بره والا هيعدمه بنفسه. واول لما كاين بيفتح شاشه الحاله ده بالظبط اللي بيحصل. الملك بيتنازل عن الحكم ليه وبيقول له ابوس ايديك تسامحنا وما تزعلش نفسك. وبيعرفهم كمان ان لو كاين اتعصب ممكن يدمر العالم باللي فيه. وفي الوقت ده كاين بيرجع البيت بتاعه بيبقى قاعد في امان الله. وفجاه الخادم بتاعه بيعرفه ان جات له رساله من والده بيقول له ان الوحوش بدات في الهجوم على البلده بتاعتهم ولازم يروح على هناك بسرعه. وبالفعل كاين بيروح على هناك وبيلاقي البلده في حاله توتر شديده جدا.
جدا، ولما بيقعد مع غارم بيعرفه ان الموضوع المره دي مختلف، وبيقرر يروح الغابه ويفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. غارم بيخاف عليه وبيمنعه، بس كاين بيطلع كارنيه النقابه، بيقول له انا اخدت اعلى رتبه في اول يوم، وده من غير ما حد يشوف شاشه الحاله اللي انت شفتها، وبيطمنه وبيوعده ان كل حاجه هتبقى تمام. وبعد كده بياخد بعضه وبيروح الغابه، وهناك بيستدعي كل من هاك وصغير التنين، وبيبداوا يستكشفوا المكان وبيقضوا على كل الوحوش في سكتهم. وفجاه بقى بيحس بحاجه غريبه في المكان، وبيقرر يستدعي ست، بيطلب منه يستكشف الغابه معاهم. وفجاه ست بيعرفه ان في كائن غريب في الغابه، وان الوحوش كلها بيتجمعوا حواليه دلوقتي، وبيعرفوا ان ده شيء مش عادي، وعلشان كده بيطلب من كائن يسمح له باستدعاء احد المساعدين بتوعه واللي هيفيدهم جدا في الموضوع ده. وبالفعل ست بيستدعي واحد كده، وبالمناسبه اسمه ماشين، وبيعرفه بانه تابع لكائن دلوقتي، وبيخليه يحييه كمان. بعدها بيساله اذا كان يقدر يفيدهم عن اللي بيحصل في الغابه. بس فجاه مجموعه من التنانين بيظهروا في المكان، وفي لمح البصر كائن بيخلص عليهم وبيجيبهم في شوال حرفيا. بيطلب من ست وماشين يكملوا استكشاف في الغابه، اما هو فلازم يحذر اصدقائه من اللي هيحصل. وبالفعل بياخد الوحوش وبيرجع النقابه، وبيعرفهم ان دولت مجموعه وحوش من الرتبه الف، وان الخطر بقى على الابواب، وبيقول لهم يخلوا بالهم كويس. اما بقى ست وماشين فبيقرروا يتعمقوا اكتر في الغابه، ولكنهم بينصدموا من اللي قدامهم، منظر تشيب له الابدان حرفيا. ايوه الوحوش اكتسحت الغابه وبيقربوا ناحيه المدينه، والكارثه بقى صديقي ان ارون هو اللي ورا الهجوم ده. ست في لمح البصر بيروح لكاين وبيحذره من هجوم مرعب على المدينه، وكاين بيقول لاصدقائه يجمعوا المغامرين ويحموا المدينه مهما كلفهم الامر، اما هو فلازم يرجع الغابه حالا ويواجه الخطر. ومن الناحيه الثانيه بنلاقي ماشيين في معركه مع الوحوش وعمال يخلص عليهم وقوته مرعبه هو الثاني. بس فجاه وحش بيجي من وراه وهوبا بيتم نسفه تماما. كاين وصل مع ست وبيحددوا مكان ارون، وبيعرف ان هو السبب في اللي بيحصل ده. ست بقى بيقول لكاين روح انت ليهم ما تشغلش بالك بالوحوش، ايوه سيبهم لينا وانا عارف هعمل ايه كويس. كاين بيقول له تمام، وهنا ست بيستدعي اخواته الاربعه، وحاجه اخر حلاوه بيطلب منهم يمنعوا اي حركه من الوحوش باتجاه المدينه، وبيقول لهم يلا اشوفها بتولع دلوقتي. وفي الوقت ده بنلاقي المغامرين هم التانيين وصلوا للغابه، وبيتفاجئوا حرفيا من ست واللي معاه، ومع ذلك بيستعدوا للقتال. واللي بيفلت من ست هم بيقابلوه بيخلصوا عليهم واحد ورا التاني، بس للاسف عددهم بيكتر وما بيخلصوش، والمغامرين بداوا يفقدوا طاقتهم وشكلها دي نهايتهم. وهوبا بنلاقي برين وصلت في المكان بتخلص على كل الوحوش، والدعم بيوصل معاها كمان، وهنا الفريق بيتشجع وبيكملوا قتال. واخيرا بنروح لكاين بنلاقي طاير فوق عدد مهول من الوحوش وبيهجم عليهم بغباء وبيقضي عليهم في الحال. وفجاه بنلاقي هجوم مرعب ناحيته، بس على مين؟ ده كاين عم الجامدين، بيصد الهجوم وبيتفاداه تماما. وايوه بيظهر في وشه تنين عملاق، وبنعرف ان ده ارون، ولكنه معرفش يرجع من الختم في هيئته الحقيقيه. وفجاه بيجمع قوته بنلاقيه بيضرب الارض وبيخرج منها وحوش بالهبل. كاين بيحاول يمنعه بالكلام ولكن بلا جدوى، مفيش قدامه غير القتال. وفجاه بقى ارون بيقول له انا بشبه عليك يا كلب الصحراء انت. وهنا كاين بيفتكر باباه ومامته وبيقول له هندمك على حاجه عملتها. بيدخلوا في معركه شرسه جدا، وارون بيهجم عليه بغباء، بس على مين يا حزين؟ ده كاين عم الجامدين، بيهجم عليهم هو التاني وبيجيب ابوه الارض. وارون بيتعصب وبيطير ناحيه كاين وقوته مرعبه حرفيا. كاين في الوقت ده بيستدعي هاك وصغير التنين وبيهجموا على ارون وبيوقعوه، وبوم هاك بياخد ضربه بتخلص عليه، وارون بيهجم عليه من تاني وشكلها دي نهايته. صغير التنين بيضحي بنفسه علشان ينقذه، بس انت فاكر ان كان هيسيبهم؟ لا والله، بننتقل قدامهم وبيصد الهجوم وبيقول له مش هسمح لك تاذي اي حد طول ما انا عايش، وهدافع عن اصدقائي لحد اخر نفس عندي، ده غير ان ليا طار قديم عندك يا ارون، وجي وقت الحساب خلاص. وفجاه بنلاقي طاقه مهوله بتحيط بكاين وبيضرب ارون بكل قوته. ارون هو التاني بيحاول يصد الهجوم، بس كاين مستواه في حته تانيه، طاقته بتنفجر تماما، وبوم بيتم محو ارون من على وش الدنيا. ده ايه الجمدان ده يا جدعان؟ ما عادش حد مصدق عينه من قوه الهجوم. وفجاه ست بيروح عند كاين وبيلاقيه مكمل في الهجوم لسه. ست بيقول له بتهاجم مين يا حزين؟ ولا يخرب بيت كده الواد دمر الغابه وما عادتش نافعه من تاني، وكل ده وفاكر ان ارون لسه قدامه، ده اللي هو ازاي يعني؟ المهم الوحوش بترجع الغابه من تاني والمدينه بتبقى تمام التمام، وكاين بيحتفل مع اصدقائه بالانتصار ده. بعد كده الملك بيستدعي كاين وكالعاده بيساله هو دمر ايه المره دي، وبيقعد ينصدم مش اكتر، وما علينا من الهبل ده كله. المهم الملك بيقرر يعين كاين كحاكم على مدينه ريتول، وبيعمل احتفال كبير يليق بيه، بيرقيه بعدها المنصب وزير امام اعين الجميع، وحاجه اخر دلع والله. واول حاجه كاين بيعملها بيروح مدينه ريتول كاحد العوام، وبيتجه لنقابه المغامرين لانه سمع قد ايه في عصابات خطيره هناك، وده بالظبط اللي بيحصل، بيربيهم من جديد واللي بيلمحوا حرفيا بيمرجحوا، وبعدها بيقضي على الفساد في المدينه تماما، وبعد كده بيستخدم سحره وبيبني قصر اكبر من اي قصر انت شفته في حياتك. وعقبالك كده يا صديقي لانه تقريبا كده اتدبس وهيتجوز الثلاثه اللي قدامك دولت، وحاجه اخر دلع يعني. الملك بعدها لما بيعرف كل الاخبار ديت اكيد انت عارف هو عمل ايه، بينصدم وبس. ولحد هنا دي كانت نهايه الانمي بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تقول لنا في التعليقات، ويلا يا عم سلام سلام سلام.